السلام عليكم ومرحبا بكم معي اليوم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه تحضير البصاره. غادي نحتاجو الفول. عندي هنايا الفول هذا الرقيق، راه نقيته وغسلته مزيان. عندي هنا واحد الزلافه، المهم كل واحد غيدير الكميه اللي بغا. وغادي نحتاجو الزلافه ديال الجلبانه حتى هي، هاد الجلبانه اليابسه حتى هي راه مغسوله مزيان. وعندي هنا واحد 4 ضريسات ديال الثومه وواحد القبيطه صغيره ديال القزبور والمعدنوس. هذه راه كتعطي واحد المذاق زوين في البصاره. في واحد الكاميله ولا كوكوط غادي ندير الفول وغادي نزيد الجلبانه. كتجي البصاره بنينه بهاد جوج مكونات، هاد جوج الانواع ديال القطاني. ودرت هاد الثومه. غادي نزيد الماء فاش غادي طيب لي هاد البصاره. انا درت هنا الماء بارد، غادي نزيد مازال انا شويه الماء. كما شفتوا راه زدت فيها داكشي اللي شفتوا معايا، الماء وهاد الربيطه ديال القزبر والمعدنوس والثومه. التوابل مازال ما غادي نديرهم، حيت ملي كتغلي لينا هاد البصاره مازال غادي نحيدوا ليها واحد الرغوه، كتطلق واحد الرغوه غادي نحيدوها، ومن بعد عاد غادي نزيدوا ان شاء الله التوابل. من بعد ما خليتها حتى طلعت فيها الغليه، هذيك الرغوه اللي قلت لكم هي اللي خصنا نحيدوها دروك. نحيدوها غير بشي معلقه بهذه الطريقه هذه. من بعد ما حيدت هاد الرغوه كما شفتوا معايا، غادي نزيد دابا التوابل اللي قلت لكم. غادي نزيد شويه ديال الزيت. في الاول راه كنزيدو غير شويه ديال الزيت، حيت البصاره راه في الاخر راه كنقدموها مع الزيت البلديه والكمون. الكمون حتى هو غادي ندير غير شويه، غير باش ينسم لينا هاد البصاره. شويه ديال البزار، وغادي ندير شويه ديال الخرقوم البلدي، وغادي نزيد شويه ديال الملحه. البصاره دابا غادي نخليها طيب على نار مهيله. انا غادي نقص ليها دابا العافيه وغادي نخليها طيب على نار مهيله حتى طيب لينا مزيان. ومره مره راه كنحركوها حتى كتبان لينا طابت صافي. غادي غير تشوفوا معايا ان شاء الله المراحل. غادي نطل دابا على هاد البصاره. انا بانت لي راه باقي ما طابت، وغادي نزيد لها دابا شويه ديال الماء يكون طايب حتى كطيب لينا صافي. وغادي نزيد نخليها حتى طيب مزيان، غير مره مره كنحركوا فيها بهذه الطريقه هذه. غادي نشوفوا دابا هاد البصاره واش طابت. انا كيبان لي راه طابت. باش كيبان لي انا واش طابت راه غير كنضغطوا على هاد، كنمعسوا هاد الفول وهاد الجبانه كنلقاوهم طابوا مزيان. هما هاد النصيحه خاصها غير المبتدئين. في هاد المرحله راه يمكن لكم تطحنوها ولا تمعسوها غير بهاد المعلقه ديال العود، ولكن انا غادي نطحنها معكم باش تشوفوا معايا ان شاء الله الطريقه. الا بغيتو تطحنوا مع هاد الربيطه ديال القزبر والمعدنوس راه مزيان، ما بغيتوش حيدوها حيت طلقات لينا المذاق ديالها. غادي نجيب دابا الميكسور باش نطحنها. من بعد ما طحنت البصاره كتجي على هذا الشكل. انا دقتها ولقيتها مازال خاصها شويه ديال الملحه، غادي نزيد شويه ديال الملح. انا راه شعلت عليها دابا، غادي نخليها تغلي مازال واحد 5 دقائق صافي، وغادي نطفيها وغادي نقدموها ان شاء الله. هذا هو الشكل ديال البصاره من بعد ما وجدات. كتجي على هذا الشكل هذا، راه كتجي بنينه، خاصه الا خلطتوا هذا الفول مع الجبنه كيعطيو واحد المذاق زوين. كنقدموها بحال هكا في شي طبسيل ولا شي طويجين من الاحسن. الا قلنا البصاره راه كنقولوا الزيت البلديه والكمون. كندير شويه ديال الكمون من الفوق، اللي كيبغي الحار يدير شويه ديال الحار. راه كتجي بنينه. كنتمنى ان شاء الله تجربوا الطريقه وتعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.